طيب خلينا نتخيل كده للحظة إن حد قدر يدخل على كل حساباتنا، بس مش بسرقة الباسورد بالطريقة اللي نعرفها. لا، دي طريقة أذكى وأخطر بكتير. ده يا جماعة هو الواقع الجديد اللي فرضوا علينا الذكاء الاصطناعي. التهديدات على الإنترنت شكلها اتغير تماماً بسببه. يعني الخوف دلوقتي ما بقاش مجرد على كلمة السر بتاعتنا، لا ده بقى على هويتنا الرقمية كلها. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. يا ترى كلمة السر المعقدة اللي بنقعد نألف فيها حروف وأرقام ورموز، هل دي لسه كافية عشان تحمينا فعلا؟ الحقيقة الإجابة ببساطة هي لأ. والسبب؟ السبب إن قواعد اللعبة نفسها اتغيرت بالكامل. طيب عشان نفهم الفرق أكتر تعالوا نبص على المقارنة دي. زمان كان كل هم المهاجم إنه يسرق كلمة السر، يعني يسرق معلومة حاجة الواحد بيعرفها. النهاردة لأ، الخطر بقى أكبر من كده، اسمه اختطاف الجلسة. هنا المهاجم مش محتاج كلمة السر بتاعتنا أصلاً، هو كل اللي محتاجه يسرق حاجة صغيرة قوي اسمها كوكي الجلسة. فكروا فيها كأنها بطاقة الدخول لمبنى، طول ما هي معانا الباب مفتوح. الكوكي دي بتفضل على الجهاز عشان تقول للمواقع تمام الشخص ده لسه مسجل دخوله. فلو المهاجم ده قدر يسرقها، هو فعلياً سرق هويتنا، بقى هو إحنا أونلاين من غير ما يحتاج حرف واحد من الباسورد. طيب عشان نقدر نواجه الخطر الجديد ده محتاجين نمشي على خطة واضحة. الأول هنكشف أسلحة المحتلين دول ونعرف بيفكروا إزاي، بعد كده هنبني الحصن التقني بتاعنا، وفي الآخر هنتكلم عن أهم خط دفاع على الإطلاق، الوعي البشري نفسه. تمام. يبقى أول حاجة لازم نعرفها كويس قوي هي العدو اللي بنواجهه، المحتال اللي بقى مسلح بالذكاء الاصطناعي. الأداة دي خلونا نقول ادته قدرات شبه خارقة على الخداع، بقى يقدر ينتحل أي شخصية بطرق كنا بنشوفها بس في أفلام الخيال العلمي. وأشهر سلاح معاهم هو اللي أكيد أغلبنا سمع عنه، الديب فيك أو الخداع العميق. يعني إيه؟ يعني تخيلوا كده إننا نقدر ناخد وش أي حد وصوته ونركبهم على فيديو ونخليه يقول ويعمل حاجات عمره ما قالها ولا عملها في الحقيقة، وكل ده بشكل واقعي ومقنع لدرجة تخض. هو ده بالظبط الديب فيك، محتوى متفبرك بالذكاء الاصطناعي هدفه الوحيد إنه يخدعنا. ولما بيستخدموا الديب فيك في الهجمات ده بيتسمى التصيد الذكي، وده على فكرة أخطر بمليون مرة من إيميلات النصب بتاعت زمان اللي كانت مليانة أخطاء إملائية. لا، هنا بنتكلم في مستوى تاني خالص. تخيلوا يجيلنا مكالمة فيديو من مديرنا في الشغل بيطلب مننا نحول مبلغ كبير حالا لأمر طارئ، أو تخيلوا توصلنا رسالة صوتية بصوت حد من قرايبنا صوته مخضوض وبيطلب مساعدة ضروري، أو حتى مكالمة من اللي بيقول إنه من خدمة عملاء البنك والصوت وكل حاجة تبان حقيقية 100%. كل السيناريوهات دي بتلعب على وترين الثقة والخوف، هدفهم يخلونا ناخد قرار سريع جدا من غير ما نلحق نفكر. طيب بما إن الهجمات بقت بالذكاء ده كله، يبقى طبيعي جدا إن دفاعاتنا لازم تكون أذكى منها. وهنا يجي دور الجزء التاني، بناء الحصن التقني بتاعنا. شوية حاجات بتشتغل في الخلفية بتحمينا بشكل تلقائي حتى من غير ما ناخد بالنا. أول وأهم طوبة في الحصن ده هي حاجة اسمها مفاتيح المرور أو باسكيز، ودي بكل بساطة نقدر نعتبرها بداية نهاية عصر كلمات السر اللي نعرفها. ليه؟ لأن كلمة السر دي عبارة عن معلومة ممكن تتخمن أو تتسرق أو تتسرب، لكن الباسكي بيستخدم حاجة مستحيل حد يسرقها أونلاين، بصمة صباعنا أو وشنا. يعني المفتاح بقى جزء من جسمنا حرفياً. والحاجة الحلوة بقى إن الموضوع مش معقد خالص، بالعكس ده سهل جدا. يعني هما 3 خطوات بالظبط. أول حاجة نسجل دخول عادي، تاني حاجة نختار إننا عايزين نعمل باس كي، تالت حاجة نأكد بالبصمة أو بالوش وبس خلاص. مفيش أي تعقيدات تقنية ولا أي حاجة، الموضوع بسيط زي ما بنفتح الموبايل بتاعنا كل يوم. طيب ممكن حد يسأل سؤال مهم جدا عن الخصوصية، وهنا لازم نوضح نقطة في منتهى الأهمية. بصمة صباعنا أو وشنا عمرها ما بتطلع من الجهاز، بتفضل متخزنة جوه الموبايل أو اللابتوب بتاعنا بشكل آمن، ومش بتتبعت لأي حد على الإنترنت ولا حتى للشركة اللي بتقدم لنا الخدمة دي نفسها. وده معناه إيه؟ معناه إنه حتى لو حصل اختراق كبير والسيرفرات بتاعت الشركة دي اتسرقت، مفتاح حسابنا هيفضل في أمان، هيفضل في جيوبنا. حلو قوي. يبقى كده أمننا أول خطوة وهي عملية تسجيل الدخول نفسها بالباسكيز. لكن فاكرين لما قلنا في الأول إن التهديد الجديد مش بس سرقة الباسورد، ده كمان سرقة كوكي الجلسة؟ طيب إيه اللي ممكن يحصل لو المهاجم ده بطريقة أو بأخرى قدر يوصل ويسرق الكوكي دي؟ نظرياً هو كده يعتبر معاه تذكرة دخول مفتوحة لحسابنا حتى لو الحساب متأمن بباسكي. وهنا بقى بيجي دور السلاح التقني التاني، تقنية جديدة اسمها DBSC، أو ببساطة ربط الجلسة بالجهاز. عشان نبسطها، تخيلوا إن كوكي الجلسة دي بقى عليها قفل،
والمفتاح الوحيد اللي بيفتح القفل ده هو الجهاز اللي طلعت منه الكوكي في الأول. التقنية دي بتعمل كده بالظبط، بتربط الكوكي بالجهاز بتاعنا بشكل مشفر. فالنتيجة إيه؟ لو أي حد سرقها وحاول يستخدمها من أي جهاز تاني في أي مكان في العالم، هتبقى بالنسبة له مجرد شوية أكواد ملهاش أي لازمة، ببساطة مش هتشتغل. تمام. كل الحلول التكنولوجية دي عظيمة ومهمة جدا، بس هل هي كفاية لوحدها؟ الحقيقة لأ، لأن خط الدفاع الأقوى والأهم دايما هو العنصر البشري، يعني الوعي بتاعنا إحنا. ده هو اللي بنسميه جدار الحماية الأخير أو الهيومن فايروول. طيب إزاي بقى نقدر نكتشف المحتالين دول في وسط كل ده؟ الموضوع محتاج مننا إننا نشغل حاجة اسمها الحاسة الرقمية، ونركز دايماً على 3 نقط. أول حاجة، لاحظ أي حاجة غريبة، يعني في الفيديو هل حركة الشفايف مش متطابقة مع كلام؟ هل في نبرة صوت غريبة أو آلية شوية؟ تاني حاجة، خليك شكاك في أي طلب مستعجل. اسأل نفسك ليه الطلب ده فيه إلحاح وضغط بالشكل ده؟ المحتالين دايماً بيعتمدوا على الضغط عشان يخلونا ما نلحقش نفكر. وتالت حاجة، اتأكد من القناة اللي جايلك منها الطلب. هل الشخص ده بيكلمنا من رقم اللي متعودين عليه، ولا من حساب غريب أو وسيلة تواصل مش هي المعتادة؟ والخبر الحلو إننا مش لوحدنا في المعركة دي، يعني الوعي بتاعنا ده فيه أدمات بتساعده. يعني مثلا متصفحات زي جوجل كروم بقى فيها خاصية اسمها التصفح الآمن المحسن، دي بتنور لنا لمبة حمراء لو جينا ندخل على صفحة أو موقع مشبوه. ده غير إن في منظمات مستقلة زي يودي سينفولاب شغلتها كلها إنها تراقب وتكشف حملات التضليل اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي دي وتوعي الناس بيها. طيب، كل الكلام ده جميل كنظرية، لكن السؤال العملي في لحظة الشك نفسها لما الموقف يحصل نتصرف إزاي بالظبط؟ هنا لازم يكون في خطة طوارئ واضحة جدا ومحفوظة. الخطة دي مكونة من 3 خطوات بسيطة جدا. الخطوة الأولى، وقف كل حاجة. أهم رد فعل هو إن ما يكونش فيه رد فعل أصلاً، يعني ولا ندوس على لينك ولا نرد على الرسالة، وأكيد طبعاً ولا نحول أي فلوس. الخطوة التانية، اتأكد بنفسك. لازم نتأكد من قناة تانية موثوقة، يعني لو الرسالة دي من شخص نعرفه نقفل فوراً ونكلمه على رقم تليفونه اللي متسجل عندنا إحنا، مش الرقم اللي هو بيكلمنا منه. الخطوة الثالثة والأخيرة، بلغ وراجع، يعني نبلغ الجهة المسؤولة زي الاي تي لو في الشغل، وندخل فوراً على حساباتنا ونراجع الجلسات اللي مفتوحة ونتأكد إن مفيش أي جهاز غريب مسجل دخول. وفي الآخر القصة كلها بتتلخص في معادلة بسيطة جدا. المعادلة دي بتقول الحماية الحقيقية بتساوي تكنولوجيا قوية زائد وعي بشري. أي طرف من دول لوحده مش كفاية أبدا، لازم الاتنين يشتغلوا سوا إيد في إيد عشان نقدر نكون في أمان. وده بيسيبنا في الآخر مع سؤال مهم جدا للمستقبل. مع الوقت المحتلين اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي هيبقوا مقنعين أكتر وأكتر، فالسؤال هو إزاي إحنا كمان محتاجين نطور من حاستنا الرقمية ومن غريزة الشك الطبيعية عندنا عشان نقدر دايما نفضل متقدمين بخطوة ونفرق بين الحقيقي والمزيف. ده سؤال مهم ويستاهل مننا كلنا لو نفكر فيه. الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.